لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حام لواني 1209 لواني كان تفسير القرآن بيروز بين وخزمتان بس رزامن رب العالمين وهوادار مئوي عزيزي السودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. بەڵێ خۆشەویستان لە دوایەوەی مەلایکەتەکان مژدە بەو ئافرەتەی دەنکەوە منداڵت دەبی کە ناوی ئیسحاقە و ئەویش گەورە دەبی و ژن دەینی و منداڵیشی دەبی و ناوی کوڕەکەشی یعقوبە. لەو حاڵەتەی دەڵێ قالت یا وەیلەتە واتە ئەو ئافرەتەکەوە خێزانی ئیبراهیمە بە تەعەجوب و سەرسوڕمان و دەڵێ یا وەیلەتە وا وەیلا لۆ من ئەیەکون لی وەلد وأنا عجوز لا يلد مثلي وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا وويلتا يا ويلتا كواتا وويلا لبو من أمن كرم دبي لكاتك دا أمن وأنا عجوز تمني قوربوا بابلين تمني قوربوا بتمن داتسوا هاوشيوي وي من دالي النبي وهروها إبراهيم كبيا وكيتي دلي وهذا بعلي شيخا واتا بعلي واتا زوجي واتا إبراهيمش عليه الصلاة والسلام شيخا واتشيخا كبيرا لا يولد لمثله أويشان بتمنى كوا هاوشي وهاو تمنيوي براستي من دالي النبي. ابن جرير يا ويلتا هي كلمة تقولها العرب عند التعجب من الشيء والاستكثار للشيء. وويلتا يا ويلتا دلي كلميك عادة عرب لسكاتك ديلين كوا زور شتيك بسن زور تعجبيان بمينيو زور بي زور بيتني يا ويلتا إتر أو كلميك لو حالتي دا قلت لي إن هذا شيء عجيب كاتب خوي لو تمني بيا وكيلو تمني من داليان دبي شتيش عجيبة وات خزان إبراهيم دله إن هذا بيجمان أويان وات من دالبوني أو جنة لكاتك دا بخوي وببيا وكي بوشي لو تمني دانا براستي شتيش عجيبة عادة أو شتا خارق عادية. لإكليل دلي قد يستدل به على جواز مراجعة المرأة. المراجعة هنا بمعنى رد القول ومعاودته والمناظرة فيه كواتا آتا أوشل وذجير كواتا ذكري آفرت لبابتك كباز دكاتا مراجعة ومناقشة بكاتا كواتا اللي مراجعة ومناقشة دكاتا كاتي كوا مجدي بيان زوري بيا خوش بلام اشتيش عجيبش يعني فعلا أمن لو تمنو بيا وكلو تمني دبي جنومير ديك لو تمنى دا من داليان ببي لو لام دا ملائكة كان دفن قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. كواتا قلتيان أتعجبين من أمر الله وات ملائكة كان بخزان إبراهيم دلن أتعجبين من شيء قضاه الله بمشيئته وقدرته سرسر ما لشتيك الله تعالى قضاي كردي وفرماني دا بويست خوي بقدرتي خوي سبحانه وتعالى أو ذاتك ورحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت أو ذاتك ورحمة الله وإحسانه وخيراته النامية المتكاثرة عليكم يا أهل البيت إبراهيم لكاتك دا الله تعالى أوهم رحمة بركاتي بسرتان داريشتي أي آل بيت إبراهيم لكاتك دا أو خير بركتي أو خير بركات زورة كاتشيش غريب نية للتعامل خالق قلتان سبحانه وتعالى أوهم رحمته خير بركتي بسرتان دابران دي بيت سيرك ومن دالشتان بيدا بخشي أبي حيان ضل كلام مستأنف أو جملة
بابلن جملة شنوية علل به إنكار التعجب كاتلير دا أوان علي باز كان كوافعا أو تعجبيتو لزيقاي خوينية كأنه قيل إياك والتعجب وكوي بيبلن نكي تعجب بمنه فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم نكي تعجب بمنه خو رحمة وبركات خوي قولة يكزار زور بسرتان دا باريندرا لبرسي تعجب بويدي ابن عاشور دلي وكو أوي بيامله وأنتم أهل لتلك الرحمة والبركة وتأنقوش أهل لبو أو رحمة بركتك أخوة يقول بيتان بخشي فلا عجب في وقوعها عندكم زي جاي سر سرمانية كوا أو رحمة بركته بسرتان داباري إنه حميد مجيد إنه حميد مجيد أو ذاته كوا أو رحمة بركته بيتان دبخشي إنه حميد مجيد أي محمود في جميع صفاته وأفعاله وأقواله محمودة حمدي ذكري أو ذاته لهمو صفاتكاني لهمو كارو كردوكاني لهمو فرمودكاني ذو عظمة وسعة في صفات كماله مجيد وتخاون فراوانية زورة لا همو صفات كمالكاني همو صفاتكاني كأوبري برزو فراوانا ابن عاشور دره وجملة إنه حميد مجيد تعليل لتوجه رحمته وبركاته إليهم كواتا أو جملة إنه حميد مجيد أوش علة والسبب كيتسية كوا أخوي قورة أو هم بركة رحمة بيدا وش البرو حميد مجيد أخوي قورة سبحانه وتعالى بأن الله يحمد من يطيعه بوي كوا أخوي قورة سبحانه وتعالى أو بندي كوا إطاعي دكا يحمده وتأويش أخوي قورة سبحانه وتعالى تاكي لقل دكا وبأنه مجيد وهروا أو ذاته مجيد أي عظيم الشأن زار خواش عظيم سبحانه وتعالى لا حد لنعمه هيت سنور يقلب نازل نعمتكاني أو ذاتني كوا المجيدة فلا يعظم عليه أن يعطيها ولدا لا إخوائي قورشتيشي زور وزحمد نية كوا لو تمنش من داليان بيبخشي وفي اختيار وصف الحميد من بين الأسماء الحسنى كاتك وأنه همو ناو كان لذا خير سبحانه وتعالى دفن الملائكة كان فرمي إنه حميد مجيد أو ناو هذا بجيرا لبرس كناية عن رضا الله تعالى على إبراهيم عليه السلام وأهله كواتا خواي قورة حميدة واتا خواي قورة لذا إشارة لك خواي قورة رازية لإبراهيم لو بن مالي كوا شاني أون أو همو رحمة بركتان بيبخشي يار إنك حميد مجيد أو لكوتاي صلوات إبراهيمي شيوكو أو صيغانك في صلى الله عليه وسلم فيري كردينا لبون منا كبخاري ومسلم لأبي حميد الساعدي دجرنا كتان يا رسول الله بتشويك صلوات لسليبدين في صلى الله عليه وسلم فرموا اللهم صل على محمد وأزواجه وذرياته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد عيني ليلة حميد مجيد لقر صلوات دان لسربيان صلى الله عليه وسلم زور ديتو بويكوا فعلا أو دنيا وبيروزا كخواي قورة أو دنيا وبيروزا أو صفة برزانه هي خوايك سبحانه وتعالى هر أويلي تساروا ذكر كوا صلوات وبركات ورحمات بس أو بيغمبري دا بنيري صلى الله عليه وسلم هر وكلبو إبراهيمي بريار دا عليه الصلاة والسلام أبي حيان ضلي خطاب ملائكة كاتك وذلك أهل البيت بخيزان إبراهيم دلين أهل البيت دلي بلقية ودليل على اندراج الزوجة في أهل البيت كواتب بلقية سلوي كوا خيزان لآل بيت حساب ذكري لو خيزان كان بيغمبري خمان صلى الله عليه وسلم آل بيت بيغمبر صلى الله عليه وسلم قرطبي دلي كاتك وملائكتك بوشو خطاب لقال سارة دكن سارة خيزان إبراهيم ويكوانا يولدين أهل البيت في دلين آل بيت إبراهيم أيش هردلي بلقي لسركوا خزانة كان في أصوصهم لآل بيتنا تكذيبا لمن أنكر ذلك كواتا بلقي لسروي أواني إنكاري أو إذا كان خزانة كان في أصوصهم آل بيت في غنبان صلى الله عليه وسلم أو أوان بدرو دادني أوان بدرو زن دادني لبروي عائشة خويل رازي بي وغير عائشة لباقي خزانة كان كبير صلى الله عليه وسلم
هەمووی لە ئال و بەیتی پێغەمبەرن صلی الله عليه وسلم کە خوای گەورە لە سوورەتی الأحزاب دەفەرمێ ويطهركم تطهيرا تطهيری مادی و معنەوی خوای گەورە بەسەر ئەو ئال و بەیتەیدا باراندیە. پاشان دەفەرمی فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. كواتا فلما ذهب عن إبراهيم الروع واتكاتك إبراهيم ترسكي لروي كاتك وترسي لنشتي كم زار كواديتي وأن ناخذ بلام لدواي وكوان خوان لو كشف كرك وأن ملائكة يتبترسكي نما إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجاءته البشرى ولدواء وشكا مجدي بيدرا ببوني إسحاق أو زاد لو حالتي فطابت نفسه أو زاد لي مرتاح بو وكاتك وان خبري بيدن كوان هاتينا عذابيا هنايا لبو قوم لوط وأعلموا بهلاك قوم لوط كاتك وابيان راقان كوان هاتينا عذابا بيا لبو قوم لوط أخذ يحاجج الملائكة في إهلاك قوم لوط زاليروا إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجادلة دكا لقل ملائكة كان درباري لنا وبردني قوم لوط واحد ضل يجادلنا أي يجادل رسولنا من الملائكة كواتا خواهي قد فرمي كاتك وإبراهيم ترسكي لي رويشتو مجدي بيدرا أوزا يجادلنا أي يجادل ملائكتنا كواتا مجادلة لقل نێردراوەکانی ئێمە دەکا کەوا مەلایکەتن دەربارەی ئەو عەزابێکە دێتە سەر قەومی لووت. قورتوبی دەڵێ یوجادیلونا ئەی یوجادیل ڕوسولەنا واتە مجادلە دەکا لەگەڵ نێردراوەکانی ئێمە. وأضافه إلى نفسه تعالى لأنهم نزلوا بأمره لو خواهي قولة من رسولنا يجادلنا لو خواهي قولة دفرمي مجادلة إيما دكا أو ملائكتان كهاتين بفرمان الله تعالى هاتين كمجادل لقل أوان دكا وكو أويك ومجادل لقل الله تعالى دكا درباري أبابط. شنقيطي ضل حاصل جداله لهم أنه يقول حاصلاتي أو مجادلي إبراهيم لقل ملائكة كانت سبو كبياني دقود إن أهلكتم القرية وفيها أحد من المؤمنين أجر أو شارع كوا قوم لوط لي بهلاكتان بردن عذابتان نار سريان أجر يق إيمان دارشي تدابي أهلكتم ذلك المؤمن بغير ذنب أجر يق إيمان دارش تدابي لقل أوان لنا وبسكوات أنقو إيمان دارك ببيقو ناح لنا ودبن فأجابوه عن هذا بقولهم أوانج لولام دا طبعا والله بدنوا كوا نحن أعلم بمن فيها وكو لآتي ترهاتيا نحن أعلم بمن فيها إيما زاناترين كتشيتي دا. ابن عاشور ضلي يجادلنا هو جواب فلما يجادلنا هو جواب فلما صيغ بصيغة المضارع لاستحضار الحالة العجيبة هو جواب فلما كواتا فلما جاء رسلنا يجادلنا فلما ذهب عن إبراهيم الروع يجادلنا كواتا يجادلنا جواب لبو فلما كي فلما كاتكوا ترسكي لرويشت أو زاد دستي بوكر مجادلة دكا لقل پیغمبران ياخذ لقل ملائكة كان كوان يرداوي الله تعالى بصيغي مضارع شاتية يجادلنا لاستحضار الحالة تو خواهي يقول لبو ما تصوير كها تصور بكم على بيش ساوتانا إبراهيم كترسكي لروي أو زوادي مجادلة لقل ملائكة كان دكا إن إبراهيم لحليم أواه منيب لتسروان وإبراهيم عليه الصلاة والسلام مجادلة عن لقل دكاتن بيقومان إبراهيم لحليم أواه منيب بوشوي اللي كان دايت وزانان إن إبراهيم لبطيء الغضب إبراهيم زور درنك تورا دبي واسع الصدر سيجي زور فراوانه متذلل إلى ربه زور زليلي دنوين لو پروردگاري كثير التضرع إليه بالدعاء زور بپروش ودعاء دكا ولخواهي قورد باريتو رجاع إلى الله بطاعته ومعرفته ومحبته دائما دقرته لا إخواهي قورد سبحانه وتعالى بطاعة كردني بناسيني بخوشويستني ورجاع في جميع أموره إلى الله لهمو كاركاني جياني خوي دقرته لي الله تعالى
ابن عاشور دەڵێ ئەواه واتە دەفەرمی فيه كناية عن شدة اهتمام عليه السلام بهموم الناس کەواتە کاتێکە خی گەورە وەسفی دەکا بە ئەوەی ئەواهە واتەوە کینایەتێکە ئیشارەتە لە بۆی کەوا زۆر گرنگی بە کاروباری خەڵک دەداتن عليه الصلاة والسلام زۆر لە خەمی خەڵکیدایە وأصله الذي يكثر التأوه ئەسڵەکەش لەوەیەوە هاتیە کەوا زۆر با بڵێن ئاخ و ئۆفی هەیە لە خەمی خەڵکیدایە والله ئاعلم. ئیتر ئەوانیش تەبەن وەڵامی دەدەنەوە بەڵام لەبەرتەوە بنی کات دەوەستین بە پشتوانی الله تعالى لەوانەی داهاتوو دێینەوە خزمەتی. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.